ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده ايه بعتت لي قصتها وطالبه مني ان انا احلها لها او الفانز بتاعي يحلوا لها، وهي عشان محدش بيزعل تزعلوا من المقدمه الكبيره فانا هتكلم على طول. ايه بعتت لي قصتها وبتقول لي خطيبي عمل معايا موقف وانا لسه مخطوباله، يعني ما كملناش اسبوعين. ايه بتقول لي ان احنا كنا العيد اللي فات اللي هو العيد الكبير، المفروض ان كانت اول خروجه بينها وبين خطيبها. فبتقول لي ان هي خرجت معاه، يعني جه ياخدها عشان يفسحها هو وابن عمه وخطيبته، يعني الاتنين الاربعه يخرجوا مع بعض، هو آية وخطيبها وابن عمه وخطيبته. فبتقول ان انا اول ما خرجنا مع بعض طبعا هو جه خدني بدري حوالي الساعه 4، انا طبعا بصحى من النوم متاخر فما فطرتش، فقلت هو كده كده يعني كده كده عازمني على الغدا بره، فقلت اكل معاه مره واحده. فبتقول لي خرجت جعانه جدا، فخطيبي خدني هو وابن عمي وخطيبته وفضلنا ماشيين على الكورنيش فتره كبيره جدا، فضلنا ماشيين 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 لدرجه ان انا كنت عطشانه جدا جدا جدا، وكنت مكسوفه اقول له ان انا عطشانه. وفضل ماشي بيها حتى كان مستصر فيا ازازه الميه. اخر ما زهقت خالص قلت له يا كذا من غير ذكر اسماء يعني. قالت لخطيبها انا عطشانه جدا جدا ولو سمحت يعني ممكن ازازه ميه، قال لها حاضر ماشي. فراح هو يعني خطيبها وابن عمه راح عشان يجيب لهم، يعني هو ده يجيب لخطيبته ميه وده يجيب لخطيبته ميه. فبتقولي راح جاب لي ازازه ميه صغيره جدا جدا جدا، وهو جاي اصلا كان شاربها كلها، ساب لي فيها بق صغير جدا وجي يدهاني، فكان فيها شويه ميه صغيرين جدا فشربتهم وانا ساكته. اساسا ما كانش فيه ميه، يعني هو كان شاربها، شرب الميه. بتقول لي بقى ابن عمه راح جاب لخطيبته ازازه ميه وجاب لها حاجه ساقعه وجاب لها عصير وجاب لها شوكولاتات وجاب لها حاجات كتير جدا من السوبر ماركت. فانا طبعا انا مش ان انا عايزه حاجات من دي، لا انا اتكسفت لان خطيبي جايب لي كده وخطيبها جايب لها كده. فبتقول لي هما من يعني من ذوقهم، خطيب ابن عم خطيبي بيديني يعني الشوكولاتايه وكده، وبيديني كمان ازازه عصير. فبتقول انا رفضت وما رضيتش اخد، فخطيبها قعد يقول لها لا خدي خدي خدي، فقالت له لا لا انا مش بجد ما اناش عايزه. وبعدين فضلوا برضو ماشيين ماشيين، فبتقول خطيبة بنت عمه كعب الجزمة بتاعتها اتكسرت. فلما فهو ابن عمه دوت قال لها خلاص تعالي انا هجيب لك شوز جديدة. فالمهم خطيبها وقف وقال له لا ما تجيبش حاجة جديدة، انا هصلح لها الجزمة. بتقول لك وقف على وقفنا يعني على المكان اللي احنا ماشيين فيه، وخد الشوز بتاع خطيبة بنت عمه وحاول يصلح في الشوز ويدقدق في الناس والناس تبص عليه، وكان منظرنا وحش جدا قدام الناس. فبتقول بعد كده انا بعد كده جه عطاهولها فخطيبة بنت عمه قالت له ان انا رجلي وجعاني جدا مش قادره امشي بالشوز وكده، فابن عمه خد خطيبته وراح جاب لها شوز جديده. وبعدين بتقول آية ان احنا خلاص كنا دخلنا على بعد المغرب، وده كله انا كنت ده كله من غير اكل، كنت جعانه جدا بس كنت مكسوفه اقول. فخطيبه بنت عمه قالت لخطيبها ان انا جعانه وكده، فقال لها خلاص تعالي ناكل في حته كويسه ونضيفه. فام هو خطيبها قال له لا انا العزومه دي بقى عندي، انا هاكلكم في مطعم حلو جدا جدا جدا. فكلهم مشوا وراه وابن عمه قال له اوكي، وكلهم راحوا وراه، في الاخر راحوا مطعم كشري. خدتهم ودوهم مطعم كشري. فبعد كده هو عادي، بتقولي مش عيب ان انا اكل كشري، بس اللي حصل في المطعم هو اللي زعل آية. بتقولك احنا قاعدين فهو طلب لكل واحد فينا علبة كشري، فبتقولي انا كنت جعانة جدا ما كنتش كلت. فبتقولي انا كلت الطبق بتاعي لان انا كنت جعانة جدا، وابن عمه وخطيبته بتقولك ان هو كلوا الطبق بتاع كل واحد فيهم، كل الطبق بتاعه، وابن عمه راح جاب لخطيبته كمان كمالة. فهي طبعا كلت الكماله وشبعت. فبعدين ايه طبعا آية بتقول انا كلت الطبق بتاعي وما طلبتش كماله ولا هو جاب لي كماله، فانا من جوعي كلته. فبيقول لها كلي كلي، يعني ابن عمه بيقول لخطيبته كلي. قام راضي خطيب آية وقام قايل ايه شوف ده سايبه شويه في الطبق، وانا خطيبته شوف كلت الطبق بتاعها كله، شوف بتعمل ازاي وفي حد بياكل كده. بتقول احرجني جدا قدامهم. وبعد كده بتقول لي مفروض ان هو احنا خلصنا اكل ومفروض ان احنا خلاص ندفع الحساب. قام واخد نفسه وقال يا جماعه ثواني راح اغسل ايديا في الحمام وجاي. بتقول لك ان هو راح الحمام قعد يجي تلت ساعه. طبعا كان ابن عمه خطيبته، ابن عمه قام وفتح ودفع الحساب،
وقعدوا بيستنوه قدام الحمام. فهو خرج من الحمام قعد قال لهم ايه ده، هو انت دفعت الحساب؟ لا لا ما ينفعش. وقعد يعمل نمره قدامه هو عايز يدفع الحساب. فابن عمه قال له لا 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 يلا والله ما انت دافع حاجه. فايه بتقولي روحت اقول لماما حصل من خطيبي كذا كذا واحنا لسه مخطوبين واحنا ما نعرفش بعض. فمامتها بتقول لها يمكن يا يكون هو بيحوش مثلا عشان خاطر الشقه وكده. فبترى يعني هي بعتت تسال بتقول لي انا عايزه الناس تجاوبني، بتقول لي هل الشخص ده انا ممكن اكمل معاه حياتي ولا ان هو هي يعني مش هبقى مبسوطه معاه. فبتقول لي يا ريت يا جماعه تردوا في التعليقات وتجاوبوا على ايه كنا نقف جنبها. انا من رايي لو ده خطيبي هسيبه على طول، ده رايي انا الشخصي. بس يا ايه ما تاخديش برايي انا، شوفي الاول الناس هتقول ايه والراي الاغلبيه خديه. يلا باي باي.